هاي يا حلوين، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة فيديو جديد. هنبدأ بقى حاجات رمضان. احنا خلاص يعني اللهم بلغنا رمضان. احنا بدأنا شهر شعبان، وحبيت اوريكم افكار هاند ميد تكون اقتصادية وتكون حاجات متوفرة ابسط، ونعمل افكار كده حلوة مع بعض ومختلفة، وتبقى طبعا انتوا عارفين هاند ميد بيبقى مميز. اول حاجة انا عاملة، شايفين شاي كده تركي في استكانة. هنعمل حاجة ليها علاقة بال فيديو ليها علاقة بتقديم المشروبات. لو أول مرة بتشوفوا القناة متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ الفيديو. ده بيبقى شكله لو احنا حطينا فيه استكانات للشاي. طبعا انا بس دلوقتي عشان يعني عاملاه معنديش ضيوف، فانا عامله شاي لينا بس وللتصوير كده اوريكم المنظر يعني. طب لو انا مش عايزه اعمل استكانات من دي، هو اصلا للقهوه العربي. فبصوا لو عندكم فناجين قهوه عربي، بس طبعا هيبقى احلى لو هي ابيض او جولد عشان يكون في كونتراست في الالوان. فحابه اوريكم برده كده شكله. بصوا بيطلع تحفه ومميز ولايق على ديكوراتكم انتوا بالوانكم. وعشان كده دايما انا بشجع ان احنا نعمل حاجات هاند ميد، منها نوفر ومنها ان الحاجات بتكون قطعه مميزه مش عند حد تاني. انا عملت الابيض وجولد عشان طبعا ديكوراتي كلها ابيض وجولد. وكنت شاريه لو انتوا فاكرين السنه اللي فاتت اطباق كانت ابيض وجولد برضو، وشايفاهم نازلين ترندي جدا السنه دي، ونازل فناجين وحاجات كده. انا يعني لسه هروح اتفرج. يعني بصوا احنا كنا شاريين ده، طبعا كان بسعر يعني مبالغ فيه. فبصوا لو انتوا عملتوا الست كده مع بعض هتحسوا ان هم متقاربين، فيهم نفس الروح، فيهم كل حاجه، بس بسعر على قد ايديكم. في من الشكل ده صواني خشب. الفيديو الجاي هوريكم فكره تانية بيها. بس احنا ممكن نعمل نفس الشغل اللي احنا عملناه على الطبق التقديم ده او صينيه التقديم دي، نعمله على الصواني التانية. هيطلع حاجات بالشكل ده نقدر نستخدمها في التقديم وفي العزومات. هوريكم بقى دلوقتي كده عملناه ازاي واستخدمنا ايه وكل حاجه. اول حاجه من عند بتوع مكتبه او الديكوباج بيبيعوا اشكال بتبقى خشب. عايزه اوريكم تخينه يعني حلوه جدا، واسعارها بتبقى بسيطه يعني. دي مقاسها 32 في 40 سنتي، في اكبر في اصغر زي ما انتوا عايزين. وطبعا بيتحط فيها هنا الفناجين بتاعت القهوه العربي او استكانات الشاي، فبيطلع شكلها شيك قوي. فانا جبتها دي تقريبا ب 75 جنيه، وجايبه لون اكريليك ابيض. وطبعا هنحتاج ورنيش، بس انا مش حاطاه هنا الاول يعني ما جبتوش في المعدات يعني. بس بعد ما نخلص خالص هندي طبقات ورنيش عشان تحميها. وده ريليف ده ده ريليف ذهبي بتاع الرسم على الازاز، وممكن لون اكريليك ذهبي لو مش حابين. طبعا فرشه عشان الاماكن الضيقه. وجايبه هنا سبونج دي علشان بتوزع احسن من الفرشه، مبقاش مخطط في التلوين. هبدا اديله اول حاجه طبقه كده بالاكريليك الابيض، وما بخفوش باي حاجه يعني من الانبوبه كده على طول. هبدا اديله طبقه بال كده انا اديت اول طبقه بس ابيض، شايفين. وطبعا الجوانب دي كمان هرجع اعملها كلها، بس هسيب دي تنشف، واول ما ينشف هعمل طبقه تانية عليه. كده بعد ما دهنت بقى طبقتين من اللون الابيض، وهبدأ دلوقتي ارسم بس بقلم رصاص شكل يعني حروف عربي، وهكتب كمان تشكيل كده، حاجات مش منظمة ومش مترتبة يعني كلمات او حاجة. وهوريكم طبعا الشكل، بس انا هعمل بس بالرصاص الاول علشان لو فيهم غلط اعرف ان انا امسحه او الون تاني فوقه، وبعد كده نشتغل عليه بالذهبي. كده خلاص كتبت بقى الحروف بالعربي عليه، واشكال كده بقى ضمه وحاجات كده. وفتحت الريليف عندي هنا وظبطته عشان ابدا اشتغل بيه.
هو بس بيكون فيه يعني زي سوليفان صغير. هبدأ بس هاجي على الحرف اللي انا كتبته ونضغط خفيف ونبدأ نمشي على الكتابة كده. تمام. طبعا هو هياخد بس شوية وقت وعايز تركيز، فانا هقفل بس التصوير بقى وهوريكم كله هشتغلوا بنفس الفكرة دي. ده كده شكله بعد ما خلصت الحروف كلها بالريليف الذهبي وسبتها كمان نشفت خلاص، فما بيطلعش ولا اي حاجة، وطبعا شكله بقى بارز على السطح فشكلها احلى كتير. طبعا احنا ملونين اصلا ده الوان اكريليك، فممكن مع مية او كده تعمل مشكلة. انا دلوقتي بعد ما هو نشف خالص هبدأ أأكد على لو في حتت مثلا زي هنا منسية كده انها ما تلونتش ابيض، هلون ابيض كله واظبطه خالص بقى، وهعمله يا طبقة غيرها شفاف او ورنيش شفاف او الورنيش السبراي وترشوه لو انتم مش عايزين تدهنوا، اي طبقة حماية. ويستحسن ان انتوا تدوا وشين كمان من طبقة الحماية، بحيث بقى ان احنا طبعا هنقدم فيه شاي قهوة. لو حاجة بس وقعت كده طبعا الحاجات دي متتغسلش، دي منديل بس بيتمسح، وماكسيمم لو في حاجة بقعت بنبل المنديل حاجة بسيطة. ده في اي حاجة خشب اصلا انتوا بتستخدموها لو صواني او كده، مش غسيل مية وصابون يعني كتير. طيب لو حد مش عايز يستخدم الريليف الذهبي او حاسس ان هو غالي او مش عارف يتحكم اكتر، فممكن ان احنا نجيب الوان اكريليك ذهبي، دي برضو حلوة جدا وعملنا بيها رمضان اللي فات حاجات كتير. عملنا بيها حاجات كتير وافكار كتير، وطبعا بتبقى موفرة اكتر يعني لو اتكلمنا في الحجم، وطبعا الالوان الاكريليك ارخص من الريليف وموفرة اكتر، فتقدروا تشتروا اللي انتوا عايزينه، وبفرشة صغيرة برضو هتكتبوا الحرف وهتمشوا عليه. وطبعا الهاند ميد حلاوته ان هو مش حاجة مطبوعة، مش لازم الحرف ده قد ده قد ده، مش لازم السماكة كلها واحدة، مش لازم. انتوا لو هتشوفوا انا حاولت اعمل عشوائي وحاولت اعمل حاجات كتير طالعة شوية عن حاجات وحاجات نازلة، فعايزة الشكل هاند ميد يبان اكتر. طبعا عشان بس وقت الفيديو ما يطولش عليكم بقى بالورنيش، وان انا برضو اوريكم بعد الورنيش لانه مش هيفرق حاجة، هو مجرد هيلمع سنة. وفي ورنيش مطفي لو انتوا كمان عايزين، يعني في ورنيش بيبقى ما بيديش لمعة، في ورنيش بيبقى لمعة قوي. طبعا ده وانتوا عند حدايد وبيات تقدروا تنقوا اللي انتوا عايزينه. فقلت هوريكم بس كده الشكل. دي فناجين قهوة عربي بتاعتي، فانا هحطهم بقى كده عشان بس اوريكم يعني تقدروا بتكلفة بسيطة. طبعا ده يعني تقريبا واقف ب100 او 100 وحاجة بسيطة بالالوان، والالوان طبعا احنا مخدناهاش كلها، بيتباع طبعا دايما اغلى كتير 200 وشوية و300، وطبعا اي حاجة هاند ميد فبتكون اغلى كمان اكتر. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، كل سنة وانتم طيبين، واستنوا فيديوهات تانية كتير جدا كلها تبقى هاند ميد ان شاء الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.